السلام عليكم. أبطال سنة تانية إعدادي بريب 2. إحنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم على ال states of the matter. أول lesson معانا بيتكلم على حالات المادة. هنتكلم النهاردة على ال state of the matter، وهو lesson سهل جدا محتاج فهم علشان الأسئلة فيه كتير، فياريت نتابع مع بعض ونشترك علشان يوصل لنا كل جديد أول بأول. أنا النهاردة زي ما قلت هتكلم على ال state of the matter. يعني إيه؟ يعني حالات المادة. اتكلمنا قبل كده يا ولاد في الأول خالص عن الماتر. يعني إيه كلمة ماتر؟ يعني إيه كلمة مادة؟ الماتر قبل كده قلنا أي شيء، anything has mass and volume. أي شيء له كتلة، له ماس، يعني كتلة وله فوليوم، أنا بقول عليه matter، مادة. يبقى anything has mass and volume أنا بسميه matter. زي ما قلنا بالظبط، ممكن زي البوك، الاير ماتر، الووتر، اللابتوب، البنسل، أي شيء طالما له mass and volume أنا بسميه matter. طب في سؤال يقول لي في الامتحان، هل في مثلا thing not consider matter؟ ايه اللي ما بيعتبرش مادة؟ اللي ما بيعتبرش مادة يا ولاد like light، زي مثلا الضوء، like heat، sound. انتوا ملاحظين حاجة؟ ان دول كلهم forms of energy، يعني اشكال من الطاقة. يعني انا لو قلت لك في الامتحان not consider matter، هتختار لي اي نوع من الانرجي. ممكن اقول الميوزك، الساوند، الهيت، اللايت. دول بنقول عليهم يا ولاد not consider matter، دول ما بعتبرهمش matter. انما الماتر anything has mass and volume. جميل. طيب يعني ايه ماس يا ولاد؟ قلنا قبل كده برضو الكتلة هي ال amount of matter in object. الماس دايما ركز بتعتمد على ال amount او ال quantity، الكمية، كمية المواد اللي موجودة في الاوبجكت. الماس depend on amount. يعني انا بتكلم مثلا على الماس اوف بودي 70 كيلو، انا بتكلم مثلا انا وقفت النهارده على الميزان ووزنت لقيتني 70 كيلو جرام. يعني ايه كتلتي 70؟ يعني الاماونت او الكوانتيتي اوف اوبجكت اوف ماتر ان ذس اوبجكت بتبقى 70، يعني كميه المواد اللي موجوده في جسمي. الماس بتعتمد على الاماونت. يعني انا جسمي فيه ايه؟ فيه بونز، عظام، فيه سيستمز، في ووتر، في بلاد. كل المواد دي او الكمية بتاعتها هي دي الكتلة او الماس. طب سؤال بقى ونفكر مع بعض، هل الماس يا ولادي تشينج؟ هل الماس ممكن تتغير؟ يعني انا دلوقتي في مصر، سافرت السعودية، سافرت قطر، هل كتلتي ممكن تتغير؟ ليه؟ هو الاماونت، كمية المواد اللي موجودة في جسمك ممكن تتغير؟ لا طبعا. يبقى الماس fixed value او constant. خلي بالك من المعلومة دي، ان الكتلة دايما ثابتة by changing from place to another. يعني انا سواء غيرت مكاني، الماس is constant value. تمام يا ولاد؟ الماس ما بتتغيرش حتى لو غيرت مكاني او غيرت الفيزيكال ستيت، غيرت الحالة الفيزيائية. يعني مثلا انا جايبة 1 جرام ايس، جيت عملت له ميلتنج، انصهر، اتحول لووتر. هل معنى ان هو انصهر يعني اتحول من سوليد لليكويد ان الفيزيكال او الماس تشينج؟ هل الكتلة كده اتغيرت؟ لا، الفيزيكال ستيت هي اللي اتغيرت، الحالة، هو اتحول من سوليد لليكويد. انما الماس نوت تشينج، يعني هو 1 جرام ايس هيبقى برضو 1 جرام ووتر. يبقى نركز مع بعض تاني، انا بتكلم النهاردة عن الستيت اوف ذا ماتر، حالات المادة. في الاول واحنا اخدنا قبل كده المفهوم ده، كلمة matter anything زي ما بيقول لي في الكتاب has mass and volume.
اي شيء له كتلة وحجم، حجم يعني occupy space، انا بقول عليه matter. وزي ما قلت الماس يا ولاد بتعتمد على ايه؟ الكوانتيتي او الاماونت اوف ماتر، بتعتمد على الكمية. والكمية قال لك ايه؟ doesn't change، ما بتتغيرش. انا كتلتي دلوقتي مثلا على الارث بلانيت، على كوكب الارض 70، هتبقى في المارس 70. نخلي بالنا الماس doesn't change from place to another. طب انا عايزه افهم ليه يا مس؟ لان انا قلت الماس depend on amount of matter and this amount not change. الماس بتعتمد على الكميه، والكميه ما بتتغيرش. طيب جميل. الليسن بتاعنا مش بس بيركز على الستيت اوف ماتر، لان انت درستها اوريدي قبل كده، بيتكلم كمان على البروبرتيز. بيقول لك مهم جدا الساينتست يلاحظوا الباترن والبروبرتيز. مهم جدا العلماء يلاحظوا خصائص المادة. ليه؟ علشان يا ولاد to facilitate their study and classification، يسهل دراستها، عشان وانت بتدرسها تلاقيها سهلة. والليسن بتاعنا بيتكلم على البروبرتيز والكلاسيفيكيشن بتاع الماتر، الخصائص بتاع المادة. يبقى أنا مهم جدا أدرس الخصائص علشان وأنا بدرسها تبقى easy أو to facilitate their كلاسيفيكيشن. زي ما اتكلمنا قبل كده السنة اللي فاتت عن الكلاسيفيكيشن بتاعت الاليمنت، بيقول لك انت قبل كده اتكلمت عن تصنيف العناصر في البريودك تيبل في الجدول الدوري، واتكلمنا كمان في الترم الثاني على الكلاسيفيكيشن اوف ليفينج اورجانيزم. انت على طول وانت مغمض تعرف ان انت مهم جدا تدرس البروبرتيز او تدرس الكلاسيفيكيشن، علشان التصنيف بيسهل عليك تو فاسيليتيت their study، سواء بقى بتعمل تصنيف للإليمنت أو تصنيف للليفينج أورجانيزم. طيب جميل. وقبل كده برضو اتكلمنا عن الستيت اوف ماتر، هو بيراجعها لك سوليد، مواد صلبة زي الايس مثلا، التلج، الوود، الايرون، في ليكويد، في جاز. يبقى انا هخرج من الصفحة دي ان ابقى عارف anything has mass and volume اسمها ماتر. تمام. اعرف ان الماس ما بتتغيرش، كتلتك ثابته. الماس not change by changing from place to another because the mass is the amount of matter and this amount of matter not change. طيب نكمل كده. هنتكلم بعد كده يا ولاد زي ما قلت لكم في الليسن، مركزين على البروبرتيز اوف الماتر، خصائص المادة according to physical state، حسب الخصائص الفيزيائية. ومركزة النهاردة على 3 بروبرتيز مهمة جدا، تعالوا نتعرف عليهم كده ولازم نفهمهم. الشيب اند فلويديتي، يعني الشكل والانسيابية. نمبر 2 هنتكلم على الفوليوم اند كومبريسيبيليتي، يعني الحجم والقابلية للانضغاط. والديفيوزيبيليتي او الديفيوجن، الانتشار. يبقى أنا هتكلم النهاردة على خصائص المادة في 3 حاجات: الشكل، الشيب اند فلويديتي، مهم المصطلحات تتذاكر، الشكل والانسيابية، الفوليوم والكمبريسيبيليتي، الحجم والقابلية للانضغاط، والديفيوزيبيليتي اللي هي القابلية لإيه؟ للانتشار. طيب أنا هبدأ كده أتكلم أول حاجة ونفهمها مع بعض، الشيب and fluidity. طب أنا ليه خليت يا ولاد الشكل مع الفلويديتي، مع الانسيابية؟ الفلويديتي دي ممكن أقول عليها كمان الفلوابيليتي. الشكل والانسيابية، هل يا مس في علاقة بين الفلويديتي والشكل والشيب؟ وأنا ليه مخليهم مع بعض؟ طبعا أكيد في علاقة. طيب نركز كده مع بعض. احنا خدنا قبل كده ان الماتر زي ما قلت عندها 3 ستيت، في ماتر سوليد، في ليكويد، في جاز. تعالوا نتكلم الاول على السوليد ونتعرف على الشيب، الشكل بتاع المواد الصلبة، والفلويديتي والانسيابية. هل المواد السوليد كان فلو اور نوت؟ نركز مع بعض. هفكركم بحاجة خدتوها في جريد 5، يهمني الجزئية دي تتفهم مش تتحفظ، لان انت لو فهمت هتعرف تكتب، والاسئله بتيجي متنوعه في الجزئيه دي. وان شاء الله تفهموها معايا، ويا ريت نشترك يا جماعه علشان نشوف كل الفيديوهات اللي هتنزل وكمان الشيتس اللي هتنزل، لان اسئله امتحان الاسئله دي.
هنبدأ نتكلم النهاردة على الشيب والفلويديتي أو الفلوابيليتي. المادة السوليد قبل كده قلنا إن هي البارتيكلز بتاعتها شكلها عاملة إزاي لو فاكرين. close together. المادة الصلبة بتبقى البارتيكلز جنب بعضها. كنا بنقول زمان have regular pattern، يعني لها شكل منتظم، organized well، مترتبة، لازقين في بعض. تمام. يعني ايه close together؟ يعني السبيسز بتاعتها very tiny spaces أو very small spaces، المسافات صغيرة جدا. إذا الموشن يمس limited، أكيد هما لازقين في بعض، هيعرفوا يتحركوا؟ أبدا. وعلشان يا ولاد السبيسز المسافات صغيرة جدا زي ما انتوا شايفين، لأن البارتيكلز close together، البارتيكلز جنب بعضها، إذا الشكل والحجم بتاعها fixed shape and fixed volume. ممكن أقول fixed، ممكن أقول definite، خدناها قبل كده have definite shape and definite volume. ليه يا مس عندها شكل ثابت وحجم ثابت؟ لأن زي ما قلت السبيسز very small spaces، والكلام ده مش جديد، قلته قبل كده في جريد 5 إن المسافات البينية صغيرة جدا لأن البارتيكلز close together جنب بعضها. إذا عندها fixed shape and fixed volume. ممكن أقول برضو يعني الشيب والفوليوم not change، ما بيتغيروش، الشكل والحجم ما بيتغيرش. طب وده له علاقة ايه؟ قالك طالما الشكل الشيب not flow not change، الشكل ما بيتغيرش، اذا هي not ability to flow، يعني لا تنساب. انت كده لو جبت كونتينر او بيكر وحطيت فيهم كيوبس مثلا من الوود، مكعبات من الخشب، ورميتهم كده، هتلاقي او نقلتهم من كونتينر تو انذر، هتلاقي الكيوبس have fixed shape has fixed volume، لها شكل ثابت ما بتنسبش. مش زي المية كده تيجي تنقلها تلاقي المية او العصير او الاويل الزيت بتنساب بتتحرك، لا، دي واخدة شكل ثابت وحجم ثابت. اذا السوليد not flow، ما اقدرش اقول عليهم فلويد، الكلمة دي مهمة، مش موائع. فلويد ليه يا مس؟ ده سؤال يسألك give reason السوليد not fluid. ايوه، ليه السوليد not ability to flow؟ ليه المواد الصلبة ما بتنسبش ما بتتحركش زي المية كده؟ ليه؟ سهلة جدا، هتقول because الشيب او السوليد has definite shape، او الشيب نوت تشينج، لان الشيب ما بيتغيرش. اذا الفلوديتي لها علاقة بالشكل ولا لا؟ ايوه طبعا. يعني انت تقصدي ان كل ما كان الشكل ثابت كل ما كانت المادة نوت فلو، not fluid، ما بتنسبش. تمام، لا تتدفق، لا تنساب. يبقى اذا الفلويديتي فعلا لها علاقة بالشيب. يبقى انا بتكلم تاني عن المادة السوليد. السوليد اتفقنا close، البارتيكلز قريبة من بعض، واذا عندها very tiny spaces، مسافات صغيرة جدا عشان هما جنب بعض، وبالتالي الشيب بيكون ايه؟ fixed definite not change، الشكل ثابت، اذا هي not flow. انا رتبتها لك في شكل كده على اساس لو قال لك شوف السوليد not flow why، هتقول because it has definite shape. طب السوليد has definite shape why؟ because السبيسز very tiny very small spaces. اظن ما فيش اسهل من كده. انت فهمت ان هم قريبين من بعض، وبالتالي السبيسز very small والشيب فيكسد ثابته. شايفين يا ولاد السوليد زي الوود والايرون اهو بيقول لك don't have ability to flow، يعني ما عندهاش القدره على الانسيابيه when transfer from one container to another. طب السؤال يجي لي ازاي يا مس في الامتحان؟ what happen؟ انا عايزاك تفهم. يقول لك what happen مثلا when we transfer wood cubes، لو انا نقلت مكعبات خشب مثلا من container to another according to shape and fluidity، بالنسبة للشكل والفلويديتي. لا، هتقول لي الوود has fixed shape، لا، المادة الصلبة احنا قلنا ان شكلها ثابت definite shape.
and volume طبعا. وبالتالي it not have ability to flow. ما انا قلت الشكل الثابت يعني ما بتنسبش، يعني not flow. او السؤال يجي لي يقول لي give reason، انا بقول لك السؤال بيجي لك ازاي في الامتحان. السوليد not fluid. واي السوليد ما بعتبرهاش من المواقع لانها ما بتنسبش، هتقول لي because it can't flow and shape fixed أو definite because it can't flow and has definite shape. لازم تكتب الإجابة كاملة. يبقى السؤال هنا ممكن يجي لي في الجزئية دي what happen لو أنا نقلت مكعبات حديد مثلا shape fixed و it can't flow، أو يقول لك ليه solid not flow. ركزوا ركزوا، مهمة جدا. أنا بقول لك السؤال بيجي إزاي في الامتحان. نيجي بعد كده للليكويد. احنا خلاص خلصنا السوليد وعرفنا السوليد not flow not fluid عشان الشيب fixed definite not change الشكل ما بيتغيرش. نيجي للليكويد. خدنا زمان برضو في جريد 5 الليكويد البارتيكلز لا في relatively large spaces، المسافات إلى حد ما كبيرة، مش هنقول زي السوليد جنب بعض ولازقين في بعض، لا دول بيتحركوا شوية مو فري. السبيسز relatively large، في relatively أو ممكن أقول average يعني المسافات متوسطة شوية، إذا بتحركوا. طب جميل، طالما في سبيسز سواء افريج ميديوم متوسطة ريلاتيفلي لارج سبيسز في مسافات متوسطة مش هقول كبيرة، طالما يا ولاد في سبيسز يبقى ايه؟ يبقى الشيب اكيد تشينج. اعرف كده وافهمها، طالما في مسافات في سبيسز يبقى الشكل بيتغير، يبقى عندها not fixed shape not definite shape. الشيب هنا تشينج. وكنا بنقول زمان ان الليكويد تيك شيب اوف كونتينر، بتاخد شكل الاناء. انت لو حطيت الميه في كونتينر شكله كده هياخد شكل الكونتينر، حطيته في كونتينر شكله كده هياخد شكل الكونتينر. اي كونتينر اي ماده ليكويد تيك شيب اوف كونتينر، بتاخد شكل الكونتينر. زي قلنا الاويل الجازولين، اي ماده ليكويد بنقول take shape of container او الشيب تشينج، الشكل بيتغير. طيب جميل، يبقى اول حاجه بنقول ان الليكويد عندها average space او medium spaces في مسافات. اذا طالما في مسافات مفري طبعا بيتحركوا بحريه شويه مش زي السوليد. وطالما في مسافات قلت لك يبقى الشيب تشينج بيتغير، يعني not definite shape not fixed shape take shape of container. طب جميل، طالما الشكل بيتغير يبقى اكيد المادة دي ايه؟ it can flow، يعني بتقدر تنساب المية. دايما بنقول انها fluid من المواقع. يبقى ليه الليكويد is fluid مائع؟ ليه؟ الشرطين متحققين. هتقول because it can flow and it has variable shape الشكل متغير، او تقول الشيب change according to الشيب of container، وهكذا. تمام يا ولاد، يبقى انت فهمت ان انا عشان اقول ان المادة دي عندها القدرة للفلو للانسيابية الحركة، يعني لازم الشيب تشينج، لازم الشكل بيتغير. مين اللي شكله بيتغير؟ الليكويد. طب ليه يا مس الشيب بيتغير؟ ما انا قلت لك لان very relatively relatively large spaces او المسافات average متوسطة، دايما بتربط الشكل بالمسافات. انما السوليد closed جنب بعضها closed together قريبين من بعض، اذا very tiny spaces المسافات صغيرة جدا، فهنا الشيب not change المادة الصلبة الشكل ما بتغيرش. وعشان الشكل ثابت اذا not flow not fluid. ليه؟ هتقولي because it has fixed shape. انما اقول لك الليكويد، اسئله مهمه يا جماعه. what happened give reason. ليه الليكويد يقول لك is fluid؟ ليه الليكويد have the ability to flow why؟ هتقول because it has variable shape او because the shape change according to shape of container it takes shape of container. صح برضه، وعرفنا ليه وفهمنا.
تمام. ممكن السؤال يجي لي what happen، يقول لك what happen transfer amount of water، لو انت جبت شوية مية ونقلتهم من container to another، لو نقلت مية ايه اللي هيحصل للشيب والفلويديتي؟ نركز، ايه اللي هيحصل للشكل؟ الشكل هيتغير طبعا عشان في سبيسز، يبقى الشيب هتقول لي تشينج، او تقول لي الووتر، كنا بنقولها زمان، السؤال ده مش جديد. وات هابن لو ترانزفير، لو انا نقلت ميه فروم كونتينر تو انذر it take shape of container، او تقول الشيب will change according to shape of container. الفلويديتي هتقول طبعا it can flow. تمام. بتنساب ليه؟ عشان الشكل بيتغير، كل ما الشكل بيتغير كل ما المادة عندها الابيليتي تو فلو ايزلي. انما لو الشيب فيكسد، الشكل ثابت زي السوليد، يبقى نوت ابيليتي تو فلو. اتمنى تكون وصلت. طيب، يبقى هنا زي ما انت شايف اهو، نقل الووتر من الكونتينر تو انذر. وات هابن سؤال مهم بالنسبه للشيب. الشيب طبعا يتشينج، قال لك التيك شيب اوف كونتينر، الشكل بيتغير. بالنسبه للفلوابيليتي طبعا عندها القدره تفلو، طالما شكلها بيتغير يبقى بتنساب. طيب نيجي بقى للجازس. الجازس يا ولاد لايك طبعا الاير والاكسجين. نرسم كده الجازس عشان نفهمها. اخر حاجة هنتكلم على الجازس. بالنسبة للجازس الموليكيولز كلنا عارفين، ها، very large spaces، المسافات كبيرة جدا، كبيرة، very large spaces، يعني move completely free، الغازات بتتحرك بحرية. ليه؟ لأن بينهم وبين بعض مسافات، انتوا لما تكونوا بعاد عن بعض بتعرفوا تتحركوا غير لما تبقوا close together. فالجازس المسافات كبيرة جدا، وانا لسه قايلة طالما في سبيسز يبقى الشكل ايه؟ ها، الشيب ايه؟ تشينج، اكيد بتغير، محدش يقول لي فيكسد. طالما في مسافات يبقى الشكل اكيد هتتغير، وطالما الشكل بيتغير يبقى it can flow، يبقى بتنساب. تمام. يعني ايه الكومون؟ شوف السؤال، الكومون بروبرتي between liquid and gas، انا كاتبه السؤال ده في الشيت، سؤال مهم. الخاصية المشتركة بين الليكويد والجاز ان الاتنين الشيب اتشينج، الشكل بتاعهم بيتغير، التيك شيب اوف كونتينر. معنى يا جماعة انه بياخد شكل الاناء، يعني الشكل متغير. والحاجة التانية ان هما كان او have the ability to flow، يعني الليكويد والجاز اقدر اقول عليهم فلويدز. وده اول سؤال جبريزن مهم معانا جدا، الليكويد والجاز فلويدز ليه؟ ليه بقول على الليكويد اند جاز ار فلويد، موائع؟ هو يعني ايه يا مس فلويدز دي؟ يعني ايه موائع؟ يعني سبستانس عندها القدره تفلو ازلي، تنساب بسهوله، بتتحرك بسهوله. وده جه ترم مهم جدا، السبستانس اللي عندها الابيليتي، سبستانس هاف ability to flow called fluid. بيجي يقول لك مين ومين الفلويد، زي مين؟ اكزامبل الليكويد اند جاز. الليكويد اند جاز ار فلويد. ليه بقى؟ قلنا because أول سبب it have ability to flow، لأن عندها القدرة to flow. يعني إيه it can flow؟ يعني عندها الابيليتي تو فلو ايزلي. الحاجة التانية الشيب، لازم تقول الشكل بيتغير، أنا من ساعتها بقول إن الفلويديتي له علاقة بالشكل، أو تقول it take shape of container. تمام. الإجابة تتكتب زي ما أنا كاتبة، إجابات كاملة، انا بفهم علشان اكتب. يبقى احنا بنتكلم على اول خاصية، هي الشيب زي ما قلت and fluidity. الشيب، وعرفنا ليه جبنا الفلويديتي مع الشيب. ببساطة لان كل ما الشكل بيتغير المادة بيكون لها القدرة to flow easily. تمام يا ولاد. مين الكومون؟ لو قال لك الكومون بروبرتي بين الليكويد والجازس، الخاصية المشتركة بين الليكويد والجازس طبعا ان هم فلويد، موائع، يعني عندهم القدره ability to flow، والشيب تشينج، والشكل بيتغير. دول السببين او دول الكومون بروبرتي. انما السوليد طبعا differ from liquid and gas، بتختلف، لان السوليد not fluid، مش من الفلويد. ليه؟ علشان الشكل ثابت، عشان it has fixed shape، عشان الشيب not change، الشكل غير متغير. ليه؟ لان البارتكلز كلوز توجذر. انما الليكويد والجاز في الى حد ما سبيسز،
بالتالي الشيب تشينج تيك شيب اوف كونتينر. هنا السؤال زي ما قلت مهم وبيجي دايما في الامتحان، الليكويد اند جازز ار فلويد. ليه مواقع؟ هتقولي because it can flow and take shape of container او shape change according to shape of container. طيب عندنا تو ترم، لسه السؤال اهوت اللي انا بقول عليه مهم، توجد ترم مهمين جدا. في فرق يا جماعة بين فلويد وفلويديتي. فلويد يعني مواقع، بتكلم على المواد نفسها، يعني أنا بتكلم على substance have ability to flow and take shape of container. المواد اللي لها القدرة تنساب وشكلها متغير دي بقول عليها fluids. fluids مائع. المواد لو بتكلم على substance بقول fluids، زي مثلا اقول لك example الليكويد والجاز زي ما قلنا. انما لو قلت لك الخاصيه بقى نفسها، الابيليتي اوف فلويد تو فلو ايزلي، القدره المواقع على الانسياب، دي اسمها فلويديتي، او لها اسم تاني فلوابيليتي، القابليه للانسياب. خلي بالك من التو ترم دول علشان ما نتلخبطش بينهم. يبقى لو قال لك سبستانس، مواد، مواد انا بتكلم على مواد سواء ليكويد او جاز، substance have the ability to flow and take shape of container، دي اسمها fluid، وعرفنا ليه. انما لو قلت البروبرتي بقى الخاصيه نفسها، الابيليتي اوف fluid to flow easily، اسمها fluidity او flowability. تمام يا ولاد؟ يبقى نركز في التو ترم دول علشان ما نتلخبطش. احنا كده طبعا خلصنا اول بروبرتي اللي هي الشيب والفلويديتي وفهمناها كويس جدا. نيجي بقى على البروبرتي التانية. قبل ما نتكلم الأول على البروبرتي التانية، هل يا ولاد الليكويد السوائل بتختلف في الفلويديتي بتاعتها؟ هل الفلويديتي اوف ليكويد ديفر مختلفة؟ طبعا. يعني هل انت لو انت جبت ووتر او هاني، عسل او ميه، انت لو جبت كده الهاني it is difficult to stir honey، لو انت جبت معلقة صعب تقلب العسل بصعوبة. انما لو جبت المعلقة وحطيتها في المية it is easy to stir water، سهل تقلب المية. ليه ما سألتش نفسك؟ لان الفلويديتي بتاعت الليكويد مختلفة، الانسيابية، الفلوابيليتي بتاعت المواد السائلة بتختلف حسب ايه؟ ده سؤال كومبليت. الليكويد differ in ability to flow according to viscosity، حسب اللزوجة. انت لو بصيت للهاني اما تيجي تصب العسل او تقلب العسل، الهاني has high viscosity، عنده لزوجة عالية، العسل لزوجته عالية، عشان كده it is difficult to flow، صعب ينساب. تيجي تنزل العسل من المعلقة بتلاقيه بصعوبة بينزل. ليه؟ لأنه ده سؤال مهم وبيجي في الامتحان، because الهاني has high viscosity، اللزوجة بتاعته عالية. إنما كده لو جيت تقلب الووتر يقول لك give reason it is easy to stir water، سهل تقلب المية. ليه ما سألتش نفسك؟ لأن الووتر إيه؟ has low viscosity، لأن الووتر اللزوجة بتاعتها قليلة. تمام؟ يعني أنا بتكلم يا جماعة على ريليشن مهمة جدا بين الفلويديتي والفيسكوزيتي، أنا بتكلم على علاقة مهمة جدا بين الانسيابية واللزوجة. يعني إيه؟ مش فاهم. يعني كل ما المادة عندها هاي فيسكوزيتي زي الهاني، العسل، العسل عنده لزوجة عالية. اللزوجة يعني ايه يا ولاد؟ يعني الابيليتي اوف سبستانس تو ريزيست فلو، المادة بتقاوم الانسيابية، العسل بيقاوم الانسيابية. ما هو معنى اللزوجة لزج يعني تقيل، يعني هاي سيكنس، يعني السيكنس اوف ماتيريال، السمك بتاع المادة تقيل. تقيل يعني ايه؟ يعني ما بتنسبش بسهولة، يعني ريزيستنت تو فلو. دايما الفيسكوزيتي بتعريف مختصر خالص ريزيستنت تو فلو، عندها مقاومة لإيه؟ للانسيابية. يعني انت تقصدي ان كل ما المادة، كل ما الفيسكوزيتي اللزوجة زادت، الفلوابيليتي او الفلويديتي ايه؟ ايوه طبعا ديكريز، بتقل. انا لسه بقول لك اللزوجة يعني مقاومة للانسيابية، resistant to flow. فانا بقول الفلويديتي بتاعت الهاني لو،
انسيابية العسل قليلة ليه؟ هتقولي طبعا عشان عنده هاي فيسكوزيتي. as viscosity increase الفلويديتي decrease. كل ما اللزوجة زادت الانسيابية بتقل. انما تعالى للمية للووتر، لا الووتر الفلويديتي اوف ووتر increase. الانسيابيه للميه، ما تيجي تصب شويه ميه بينسابوا بسهوله جدا، بينزلوا بسهوله جدا. ليه؟ او تيجي تقلب الميه بتتقلب بسهوله جدا. ليه؟ لان الووتر هاز لو فيسكوزيتي، لان اللزوجه قليله. يجي السؤال هنا ازاي يا مس؟ give reason. سؤال مهم جدا. الفلويديتي اوف ووتر differ from fluidity of honey. هتقول because the honey has high viscosity and water has low viscosity. as viscosity increase الفلويديتي decrease. كل ما اللزوجة تزيد القابلية للانسياب خلي بالك بتقل مش بتزيد. فسؤال مهم جدا يعني. عشان كده يا ولاد الفلويديتي ممكن يقول لي في الامتحان الفلويديتي اوف ليكويد differ according to ايه؟ انا عايزه اشوف الاجابه في الكومنت. شوف الشاطر اللي هيتفاعل معايا. الفلويديتي اوف ليكويد differ according to نقط حسب ايه؟ اكتبوا لي كده. حسب ايه؟ الانسيابيه بتاعت السوائل بتختلف حسب ايه؟ بتعتمد على ايه؟ نكتب. تمام يا ولاد؟ فهمنا؟ طيب. يبقى احنا كنا بنتكلم على الشيب والفلوابيليتي، وده السؤال اللي انا قلته دلوقتي. الديفرنس بين الهاني والووتر، الفلويديتي بتاع الهاني تختلف عن الووتر طبعا، لان الهاني has high viscosity and water has low viscosity. as viscosity increase الفلويديتي، محدش يقول لي increase، الفلويديتي يا ولاد decrease بتقل. نيجي للخاصية التانية يا ولاد اللي هنتكلم عنها النهاردة، الفوليوم اند كومبريسيبيليتي، الحجم والقابلية للانضغاط. طب احنا عرفنا ان الفلويديتي لها علاقة بالشيب. ايوه المادة اللي شكلها بتغير بتنساب. طب هل في علاقة بين الحجم الفوليوم والكومبريسيبيليتي والقابلية للانضغاط؟ طبعا اكيد. احنا هنعمل تجربة بسيطة جدا وانا منزلها لكم في الشورت، يا ريت نبص عليها برضو، اللي هي الكومبريسيبيليتي اوف ماتيريال. التجربة دي باختصار وسهل جدا ممكن تعملها في البيت. انت بتجيب 3 سرنج، 3 سرنجات، بتقفل سيل ذا اوبننج اوف 3 سرنج ويز بلاج. بتقفل الفتحات بتاعتهم من تحت كده بسدادة كده بلاج اهو، بتقفلهم. وبتحط في الثلاث سرنجات، اول سرنجه مثلا بتحط ايكوال فوليوم اوف اير، بتحط هواء، يعني في السرنجه الاولانيه هتحط هواء، في السرنجه الثانيه هتحط مثلا ووتر ميه، في السرنجه الثالثه هتحط ايه؟ ساند رمل. طب اشمعنى دول؟ ما انا عايزه اجيب 3 ستيت اوف ماتر، 3 حالات للماده، سوليد وليكويد وجاز. يبقى انا هجيب 3 سرنج وهقفل البلاج، هقفل الاوبننج ببلاج بسداده كده، واحط 3 مواد، اير يمثل جاز، ووتر يمثل ليكويد، وساند يمثل سوليد. وبيقول لك ابدا اعمل ايه؟ عشان هنا سؤال وات هابن بريس ذا بيستون اوف ايتش سترينج. اضغط على المكبس بتاع الحقنه بتاع السرنجه، ابدا اضغط. انت قافل النهايات وابدا اضغط. تعالوا كده نشوف هل الفوليوم هيتغير يا ولاد. انت مثلا في اول سرنجه، ولنفترض انا حاطه في السرنجه الاولانيه ساند، والساند ده ايه؟ سوليد. وبيقول لك what happen if you press piston on syringe. لو انت ضغطت بقى what happen، ده سؤال، لو انت ضغطت على المكبس على السرنجة الاولانية اللي فيها سوليد، هل الرمل هينضغط؟ اسأل نفسك. ده انا لسه بقول السوليد has fixed volume، الحجم بتاعه ثابت. المادة الصلبة الشكل ثابت وحجمها ثابت، fixed shape and fixed volume. طب الحجم ثابت ليه يا مس والشكل ثابت ليه؟ ما انا لسه قايل لان البارتكلز مقربين جنب بعض، have regular pattern organized well، يعني مترتبين منظمين جنب بعض. فاذا الشكل ثابت والحجم ثابت. انت تيجي تضغط ما بتضغطش. انت عارف يعني ايه بتضغط؟ زي ما تجيب بالونه كده وتضغط عليها، البالونه فيها هواء فبتنضغط. يعني ايه بتنضغط؟ يعني حجمها بيتغير. انما هنا لو انت ضغطت على السرنجه اللي فيها رمل هتلاقي not compressed not compressible، يعني غير قابلة للانضغاط. ايه ده؟ يعني السوليد ما بينضغطش؟ ايوه. ليه يا مس؟
because it has اهو انا لسه قايل fixed volume عشان الحجم ثابت. طب حجم ثابت ليه يا مس؟ لان البارتكلز close together مقربين من بعض. ان البارتكلز قريبه من بعضها close together زي ما انت شايف البارتكلز قريبه من بعض، وبالتالي very tiny spaces المسافات صغيره. يبقى شفتوا الكومبريسيبيليتي لها علاقه بالحجم اهو، يعني اللي حجمه ثابت ما بتضغطش بالعقل كده، يتضغط ازاي وحجمه ثابت؟ صح. طيب هنا سؤال يقول لك give reason الساند السوليد not compressible، الرمل ليه مش قابل للانضغاط؟ هتقول لي because it has fixed volume او definite volume. what happen يقول لك لو انا ضغطت بريس بيستون، او يجيب لك شكل ويجيب لك سرنجه فيها رمل، what happen if you press piston on sand؟ هتقول لي الفوليوم not change unchanged it is not compressible غير قابلة للانضغاط. كلام سهل لو فهمته. طيب نحط بقى في السرنجة التانية ووتر مية، ونضغط على البستون على المكبس، يا ترى المية هتنضغط؟ الووتر يعني ليكويد، هل الليكويد هو عشان تنضغط قلت لازم الحجم يتغير؟ تمام، الفوليوم تشينج. هل الليكويد يا ولاد الحجم بيتغير؟ لا طبعا يا مس، الليكويد هاز فيكسد فوليوم برضو. انت لو جبت شويه ميه حطيتهم كده تيجي بعد شويه تلاقوا حجمهم متغير ازاي؟ لا، حجمهم ثابت. يبقى الليكويد كمان حجمه ثابت، فانت تيجي تضغط على الووتر اللي موجوده في السرنج هتلاقيها برضو ايه؟ نوت كومبريسيبل، يعني غير قابله للانضغاط. وهنا ممكن برضو يقول لك ليه الليكويد، يعني انا دلوقتي في كومون بروبرتي بين السوليد والليكويد، بين مثلا الاير والووتر، ايه الكومون بروبرتي؟ هتقول ان هم نوت كومبريسيبل يعني غير قابله للانضغاط. المواد دي ما بتنضغطش ليه؟ because they have fixed definite volume. يبقى اذا في علاقه بين الكومبريسيبيليتي والفوليوم. طيب انا بقى لو جبت اير يا ولاد الهواء، جبت بالونه بلاش سرنج، جبت بالونه فيها هواء، طب انا بضغط، لو انت بريس بيستون ضغطت على المكبس طبعا ايه اللي هيحصل؟ هتنضغط كومبريسيبل. الجازس يا ولاد هي المادة الوحيدة القابلة للانضغاط. يعني ايه القابلة للانضغاط يا مس؟ يعني الفوليوم ديكريز، الحجم بيقل. تيجي تضغط على السرنجة اللي فيها الهواء تلاقي السرنجة بتنزل بتتحرك. ليه؟ لان الفوليوم بيقل، الفوليوم تشينج. المادة الغازية احنا قايلين قبل كده حجمها متغير، بتاخد شكل وحجم الكونتينر. فالمادة لو انا بريس بيستون اون سرنج اللي فيها الاير هتلاقي الفوليوم تشينج، الفوليوم ديكريز، الحجم بيبدأ يقل معاك، حجم الايه؟ الهواء، الفوليوم اوف اير ديكريز. وبالتالي هي كومبريسيبل، المادة الوحيدة الكومبريسيبل الجازس. واي؟ هتقول because الفوليوم تشينج، because الفوليوم decrease by increase البريشر. تمام يا ولاد؟ يبقى نخلي بالنا من النشاط ده. تاني احنا عندنا هوت، عندنا سوليد، عندنا مادة صلبة زي الساند، قال لك اهو شايفين ضغط بريس بيستون